ايه اسماء العضلات دي بتعمل ايه، ماسكه فين، رايحه فين. الموضوع اتقلب، اتعكس. الراجل ده او الحد ده قدر اللي انا بعمله جدا، فانت بتلف في حلقه مفرغه اكيد هتروح له في الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو اسئلة واجوبة من اللي احنا بنستناه من الشهر للشهر ده. انا مبسوط جدا بالسيت اب الجميل اللي احنا بنصور فيه ده، واسئلة كتير جدا 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 سالتوها. طبعا حطينا بوست على الكوميونتي تاب وخدنا اسئلتكم، وان شاء الله نبدا نجاوب عليها. الفيديو هيكون طويل، فهنحاول ان احنا نخليه مسلي، وهعمل لكم زي ايه تقسيمه كده للاسئله، عشان لو حد عايز يروح لسؤال معين هو مهتم بيه او حاجه ممكن يروح له بسهوله. يلا بنروح السؤال الاول. السؤال من يوزر، شويه حروف كده جنب بعض. ايه هي استراتيجيه حضرتك في تنظيم الوقت؟ زائد عوده حميده يا غالي، ربنا يكرمك يا حبيبي. ايه هي استراتيجيتي في تنظيم الوقت؟ الحقيقه انا مش افضل حد يسال عامه على تنظيم الوقت، لان انا من المقصرين جدا في الموضوع دوت. لكن هقول لك الحاجه اللي انا عارف لما بظبط نفسي في الموضوع بتاع الوقت بتنفع معايا. اوعى تركز على المهمه الكبيره، يعني ما تفكرش مثلا النهارده عايز اعمل 10 حاجات، او مثلا عايز اعمل الحاجه الكبيره قوي اللي هي بتاخد 10 خطوات. لا، انت عملت حاجه كويسه ان انت مسكت الحاجه قسمتها لخطوات اصغر. خد الحاجه للخطوه الصغيره خطوات اصغر تاني، وحطهم كده. انا بستخدم دايما تطبيق جوجل كيب، واعملهم زي تشيك بوكس كده. انا النهارده مثلا محتاج ان انا اعمل 1 2 3، واحاول اصغر وقت الحاجات اللي انا حاططها في البوكسز. يعني مثلا انا النهارده عايز اعمل فيديو، اصور فيديو، ممكن اسميها كده، لكن انا مش بعمل كده. انا بقول انا النهارده عايز اكتب سكريبت فيديو، اعمل سيرش على المعلومات اللي هتكلم فيها في الفيديو، اعمل فكره الثامنيل بتاعت الفيديو او الصوره المصغره مثلا بتاعته، اظبط حاجه تانية مثلا في الفيديو. اوكي، فانا كده قسمتهم لاربع حاجات، فالفيديو نفسه اصبح 4 خطوات بالنسبه لي. انا ممكن اعمل الثامنيل او اجيب الفكره بتاعت الثامنيل في 5 دقائق بس، فاقوم عامل تشيك بسرعه. ده هيديني انجاز احسن، وهيخليني قسمت المهمه نفسها لحاجات اصغر. ده هيخليني ما اسقطش حاجه خالص، وهيخليني دايما على التراك او على الطريق. فعايز تنظم وقتك، قسم مهامك الكبيره لمهام صغيره. السؤال بعد كده مش سؤال، هو بيقول ما عندي سؤال غير شكرا على مساعدتي بعد الله في تحقيق اغلب اهدافي. ده شيء بيسعدني جدا والله، اكتر من ان انت حققت هدفك يمكن. ويمكن ده احد الاسباب الاساسيه اللي احنا بنعمل فيها اللي احنا بنعمله دوت. يعني انا مبسوط جدا ان انت خدت من وقتك وكتبت لي التعليق ده، شكرا. السؤال الجاي من مصطفى محمود بيقول كل الشكر والتقدير، محتوى مزيج من العلم والمتعه والتشريح، وعبده ربنا يوفقك وما تغيبش علينا كتير. العفو يا حبيبي، دعواتك ان احنا ان شاء الله ما نغيبش ونكمل، وربنا يوفقنا في كده يعني. وعبده بيسلم عليك. السؤال الجاي من زياد بيقول يا دكتور لو وصلت للفشل العضلي في الجوله الثانيه، يعني المجموعه الثانيه من اصل 3 جولات، هل في خلل في التمرين او التمرين قاسي اكتر من اللازم؟ سؤال ممتاز جدا جدا يا زياد. لازم نسال في الاول هل احنا محتاجين نعمل ضخامه عضليه ولا لا. لو احنا محتاجين نعمل ضخامه عضليه فاحنا لازم نتمرن للفيلير، الفشل العضلي. هتوصل للفشل العضلي بسرعه، فده معناه ان انت مش مدي نفسك فترات راحه كويس اثناء التمرين، او مش مسخن كويس قبل التمرين. سخن كويس قبل التمرين، ادي نفسك فترات راحه، وطبيعي ان انت توصل للفشل العضلي. لو انت لسه في بدايه التمرين بتاعك فده ممكن يحصل بسرعه اكتر، بس بعد ما تكون متقدم اكتر شويه هتعاني ان انت توصل للفشل العضلي ومش هتوصل. فالاحساس بتاعك دوت ممكن يكون بسبب ان انت لسه برضه مبتدئ، فمع الوقت هتلاقي الدنيا بقت افضل بالنسبه لك. السؤال الجاي من يوزر او زد وشويه حروف تاني كده، سبب التعب السريع عند لعب الكره مع ان جسمي رياضي وافضل فورمه في الملعب. حلو السؤال دوت. لازم نعرف الفرق ما بين الفورمه بتاعتنا. احنا الفورمه بتاعتنا مش بس من بره اللي هي العضلات بتاعتنا وجسمنا وهكذا، لا ده في كمان من جوه اللي هي الكارديو، كفاءه القلب والرئه بتاعتك. هل انت بتتمرن تمرينات كارديو ولا لا؟ بما انك بتلعب كوره فاظن ان انت بتجري كتير وبتعمل حاجات كتير، فالكارديو معاك كويس. فعشان كده هرجع افكر تاني، هل التعب دوت نهجان، يعني بتنهج كتير؟ لو بتنهج كتير فحتما ولا بد المشكله عندك في الكارديو، صلحها. لو التعب العضلي دوت بيجي نتيجه عضلاتك بتحسها مش شايلاك، او عضلاتك بدا يحصل لها فتيج او اجهاد عضلي، فده معناه ان انت مش بتاكل نسبه كربوهيدرات او نسبه نشويات كويسه، فهي اللي بتؤدي لذلك التعب العضلي. فظبط النقطتين دول ده تبقى زي الفل. السؤال الجاي من يوسف الشرقاوي بيقول ليه الغيبه الطويله دي يا دكتور ولا تحرمنا من معلوماتك الرايقه، استمر. والله الغيبه دي كانت ليها اكتر من فاكتور كده، عوامل كتيره قوي. كنا بنهتم بالعياده اكتر يمكن شويه، كنا بندور على فريق عمل ممتاز قوي زي اللي احنا شغالين معاهم دلوقتي لتصوير الفيديوهات الرايقه اللي ان شاء الله تبقى تعجبكم يعني. كنا بنحاول ندور على الهدف من اللي احنا بنحاول نعمله بشكل عام، فالحمد لله احنا لقينا ده، وكل دوت بهدف ان احنا نرجع لكم افضل ان شاء الله. فادعي لنا كده ان احنا نستمر. السؤال اللي بعد كده جاي من مسلمان ده يعني مسلم بالتركي، كارديشن. ازاي اكبر عضلات بتمارين وزن الجسم، واعمل كام عدات بالظبط ومجموعات وقت راحه عشان العضله تستجيب بسرعه؟ جارديشن ده سؤال طويل جدا، محتاج ان احنا نعمل عنه فيديو طويل، بس عايز اقول لك ان ازاي تكبر العضلات بتمارين وزن الجسم نفس مفاهيم تكبير العضلات بتاعه الاوزان هنطبقها بالظبط لوزن الجسم. يعني في فيديو انا كنت عامله اسمه 5 قواعد الضخامه العضليه.
الخمس قواعد دول طبقهم بوزن الجسم. يعني من ضمن القواعد دي مثلا انت تزود الاحمال التدريبيه، فانت عايز تزود وبوزن الجسم تعمل ايه؟ ممكن مثلا في الاول تبدا تشيل جزء ابسط من وزن جسمك، بعدين بتزود التقل. ممكن بعد ذلك تلبس مثلا شنطه وانت بتعمل الضغط، فانت كده عملت حمل اكبر، وهكذا. لازم نزود في التدرج بتاع الوزن، وهكذا في بقيه القواعد بتاعتها. فطبق نفس القواعد في حالتك هتلاقي الدنيا بتتحسن معاك جدا. بس خلي بالك ان مع التمرين بوزن الجسم بيحصل تحميل اكتر على المفاصل، فخلي بالك من النقطه دي. السؤال الجاي من عمر محمد بيقول: دكتور حازم، اولا شكرا على الفيديوهات العظيمه، كل النصائح استفدنا منك جدا. العفو عمور، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك. الله يكرمك يا حبيبي. ثانيا، يا ريت تكلمنا اكتر عن صناعه محتواك، الاستوديو والطاقم العمل اللي معاك. اما عن الاسئله فانت ما خليت اسئله نسال عنها. الله يكرمك يا اخي، والله ربنا يكبر بخاطرك. تمام ماشي. انا قصه صناعه المحتوى بالنسبه لي قصه كبيره شويه. تمام، هي بتنقسم لخطوات كتيره جدا، هحاول اختصرها لكم باختصار. مبدئيا الموضوع بيبدا بان انا بحدد الهدف والمستهدف من هذا الشهر. عايزكم الشهر دوت تحصلوا على معلومات معينه، عايز احقق اهداف معينه من الشهر دوت. بناء على ذلك بتبدا تطلع افكار الفيديوهات. عشان احقق الاهداف ديت بقسم ده افكار الفيديوهات اللي انا محتاج اعملها، وبرده بنحدد عدد الفيديوهات. ثم بننتقل للمرحله اللي بعد كده ان احنا نبدا السكريبتات او النص بتاع الفيديوهات دوت. في الاول كنت بكتب النص بشكل غير تفصيلي، بس دلوقتي بكتبه بشكل تفصيلي جدا، لان بصور كم كبير قوي من الفيديوهات في وقت قليل، وده ممكن يخلي المعلومات تسقط مني، فده بيخليني احاول اكتب كتير، ودي عمليه بتاخد مني وقت طويل جدا جدا جدا. البحث وتظبيط محتوى الفيديو من اكتر المراحل المرهقه جدا في عمليه انتاج المحتوى. عندنا فريق تاني خاص بالسكرتاريه، ده خاص بالعياده. عندنا فريق التيم بتاع السوشيال ميديا الاونلاين. يعني احنا بنحاول نكبر التيم بتاعنا واحده بواحده، لان انا الحقيقه ما بقتش عارف اتابع كل حاجه بنفسي خالص، والموضوع بدا يبقى اصعب شويه. فعشان نحاول نقدم لكم نفس الجوده اللي بنقدمها لكم دي، بنحاول ان احنا نقسم الادوار عشان نقدم لكم محتوى بشكل افضل. بجد شكرا لكل واحد في الفريق دوت، انا ما كنتش هقدر اعمل حاجه بدون الناس دي، شكرا. السؤال اللي بعد كده من احمد زيدان بيقول: تنصح بايه شاب لسه في الكليه وعايز يبدا يشتغل؟ واستمر يا بطل، ربنا يوفقك يا دكتور وباذن الله، وابداعك دايما وشكرا. ليا وجهه نظر في الشغل بتاع الشباب في الكليه. انا شايف ان انت كشاب راجل يعني لازم تشتغل من الجامعه، باختلاف بقى الجامعات بتاعتك. يعني ممكن تعليمك يكون صعب، ممكن تعليمك يكون اسهل شويه. بناء على ذلك هتحدد الوقت اللي هتقتطعه من حياتك للشغل، وانا شايفه وقت مهم جدا، هيثقل شخصيتك جدا، هيخلي شخصيتك اقوى. لما تبدا تمسك فلوس وتبدا تعتمد على نفسك، ده هيفرق جدا ويوسع مداركك ويخليك بني ادم متحمل مسؤوليه. بني ادم متحمل مسؤوليه بعد كده تعرف تحقق اهدافك، تعرف تحس ان انت ليك هدف في الحياه. في الغالب معظم الشباب في الجامعه، وانا كنت كده في بدايه الجامعه بتاعتي، كنت حاسس ان انا تايه، مش حاسس ان انا لاقي طريق. لما بتشتغل وبتكون ملتزم بحاجه غصب عنك الطريق بتاعك بيترسم. رسمه الطريق دي بتخليك بني ادم جامد فعلا، انت بتحس الشعور ده جواك، وده بيوصل لاخرين حوالينك. بتتعلم مهارات كتيره، بتبدا تحتك بالناس، وكل ده بيكون ليه مقابل. عكس مثلا ما انت ممكن تطبق نفس الحاجات دي في الستودنت اكتيفيتيز او الانشطه الطلابيه. ما بقولش ما تشتركش في انشطه طلابيه او ان هي ملهاش لازمه، لا، ممكن يكون ليها لازمه عند البعض، بس انا بقول واي نوت دوينج بوث. يعني لو انت ليه ما تعملش الاثنين لو انت تقدر تعمل ده، طبعا مع التغاضي عن مشاكل الانشطه الطلابيه اللي هي انا ما بحبهاش الحقيقه. والانشطه الطلابيه ان انت تدخل فيها مش لاي حد، وان انت تبقى فيها برضو يعني في نوع من الحاجات اللي بتضحي بيها. فيعني ممكن ابقى اتكلم عن الموضوع في اوقات تانية. فالشغل في الكليه شيء اساسي جدا ليك لو انت شاب. في جانب برضو تاني مهم جدا جدا في ان انت بتشتغل في الجامعه، ان انت بعد ما تخرج من الجامعه اصلا لو انت ما اشتغلتش قبل كده بتحس انت بتحير، مش عارف تبدا فين، وبتبدا بقى مرحله القعاد على القهوه فتره وهكذا، اللي هي بتكتسب فيها اصلا عادات مش حلوه وبتبدا تحبط. فانت لو اشتغلت وانت في الجامعه فانت شغال في الوقت بدل الضايع، وبتكتشف شغفك بشكل افضل. فبتقعد تخبط كده اثناء الجامعه اللي هو وقت زي ما قلنا بدل ضايع، ما دام انت اهم حاجه طبعا مدي الاولويه لمذاكرتك. بتحاول ان انت تلاقي شغفك او الحته اللي انت ناوي تكمل فيها. لو نجحت ان انت تعمل ده في وقت الجامعه ده هيريحك كتير جدا جدا بعد الجامعه. السؤال اللي بعد كده من يوزر بعدين شويه حروف تاني: هل لو توقفت عن تمرين هتذهب العضلات تماما ام انها ستصغر فقط؟ سؤال حلو. ده هيعتمد على فترتك التدريبيه كانت قد ايه. هل انت اتمرنت لفتره كافيه لحد ما يحصل ضخامه عضليه حقيقيه او هايبرتروفي حقيقي، ولا اتمرنت فتره قليله قوي ما عدتش الشهرين مثلا فحصل نيورال ادابتيشن او تاقلم عصبي زود قوتك بس ما عملش ضخامه عضليه؟ السؤال اللي بعد كده من NOTZ 5911: اذا زادت الكتله العضليه بتقل مرونه العضلات؟ سؤال كويس. الكتله العضليه او العضلات عامه او قوتها مصطلح لوحده غير مصطلح المرونه، بس ساعات لما نفضل نقوي العضله بس من غير ما نعملها تمارين فلكسبيليتي او ستريتشنج او مرونه بتبدا تقل المرونه. فعشان كده انا محتاج مع زياده قوه العضلات ان انا ادعم ده ببرنامج فلكسبيليتي او مرونه كويسه للعضلات دي عشان ابقى ضربت العصفورين بحجر واحد. السؤال اللي بعد كده من ميسره احمد بيقول: هل تاخير وجبه بعد التمرين الحديد مفيده وكم المده المثاليه؟ تاخير
تاخير الوجبه بعد تمرينه الحديد حاجه سيئه جدا جدا جدا. لازم وجبه البوست ورك اوت ميل او وجبه ما بعد التمرين تكون بعد التمرين مباشره، خلال 30 دقيقه بعد التمرين لازم تكون واكل. اهم عنصر في هذه الوجبه هيكون قول لي تحت في الكومنتس ممكن يكون ايه. شايفك اللي بتقول بروتين، لا هو مش بروتين، هو نشويات. السؤال اللي بعد كده من بلاك هيت، شويه ارقام ثانيه. بالنسبه لشخص مبتدئ ذو جسم نحيل وطويل القامه ومبتدئ في الرياضه، ما هي حزمه المكملات الغذائيه التي تنصحون بها وما هي طريقه استعمالها؟ ارجو الاجابه وشكرا. طيب انت كده بادئ السؤال معايا مش بطريقه كويسه، بس انا فهمت قصدك وهفهمك الموضوع. اولا المكمل ده هو بيكمل حاجه ناقصه عندك. فمثلا لو انا راجل باكل بروتين كتير جدا جدا، ما عنديش ازمه مع البروتين، او البروتين انا بحبه باكله كتير، ما باكلش كارب خالص، وانا ليا حاجه معينه من الكارب، ساعتها هاخد المكمل بتاع الكارب. هتقول لي في حد بيجيب مكمل كارب ده اسهل حاجه في الدنيا، ده الطبيعي، بس ممكن انا حالتي تكون مختلفه. واحد تاني البروتين بيشبعه، ما بيعرفش ياكل بروتين كتير، البروتين بيتعب له معدته مثلا، فده بيحتاج مكمل يعوض النقص في البروتين بتاعه، فساعتها ده بيحتاج مكمل بروتين. طب واحد عايز يزود قوته او يحسن الاداء الرياضي بتاعه او حتى يزود حجم العضلات بتاعته، فده ممكن ياخد كرياتين. بالطبع طبعا ما بيبقاش عنده مشاكل في الكلى، فالكرياتين مونوهيدرات مثلا من افضل المكملات اللي بتزود القوه وبتحسن ادائك الرياضي، وكمان ممكن تزود حجمك العضلي. طيب انت بتتعب قبل التمرين او بتروح التمرين مرهق، في الاول هسالك هو ليه ده موجود؟ هل ممكن في مشكله في التغذيه او حاجه هي اللي مأثره على الموضوع، ولا في حاجه ثانيه؟ لو كل حاجه تمام وانت كويس، ممكن تستعين ببري ورك اوت سبلمنت او مكمل قبل التمرين. انا مثلا شايف ان كوبايه القهوه بدون سكر قبل التمرين بنص ساعه يكون شيء رائع. عايز تاخد الموضوع لحاجه اعلى، ممكن تاخد حاجه مثلا زي سي 4 مكمل كويس قوي كبري ورك اوت، بس طبعا في نسبه كافيين عاليه قوي، فلو انت عندك اي مشاكل في القلب او زياده في معدل نبضات القلب او لخبطه في ضربات القلب وهكذا ما تستخدموش. وهكذا كل حاجه ناقصه عندك ليها مكمل معين، المكمل دوت بيعوض النقص في الاكل. بس لو بتفكر بطريقه انا هستخدم مكملات وحياتي هتبقى بامبي وكل حاجه اعرف احققها، الكلام ده مش مظبوط. الاكل هو الاساس وسيظل الاكل هو الاساس، ولو عرفت تعتمد على الاكل بنسبه 100% فانت جدع، واللي بيعتمد على الاكل بنسبه 90% جدع اكتر من ابو 80%. السؤال الجاي من عبد الرازق عماد بيقول حضرتك انا عندي قطع جزئي في الرباط الصليبي، هل يمكن ان اعمل تمارين في المنزل لرجوع ممارسه كره القدم مره اخرى؟ قطع الجزء بتاع الرباط الصليبي او البارشال تير في الانتيريور كروشيت ليجمنت ده من الحاجات الشائعه جدا بالنسبه للناس اللي بتلعب كوره. طبعا مع الجزع بتاع الرباط الصليبي دوت بيبدا يقل الثبات في مفصل الركبه. فسؤالي ليك دلوقتي، هل بيحصل لك جيفنج واي او بيحصل لك ان رجلك بتخونك؟ هل العضلات الرباعيه عندك ضعيفه جدا او اصغر في الحجم كتير قوي من العضلات الثانيه، طبعا الرجل المتاثره والرجل الثانيه؟ هل التوازن عندك متاثر؟ لو الحاجات دي كلها فانت لازم تعمل علاج طبيعي دلوقتي وتاهيل عشان تستعيد الاستابيليتي او الثبات في مفصل الركبه. العلاج الطبيعي هيساعدك ان انت تحافظ على استابيليتي او الدعم بتاع المفصل والتوازن بتاعك يكون كويس، لانه لا قدر الله لو كملت في لعب الكوره او عملت حاجه من غير ما تظبط الموضوع ده كويس، القطع الجزئي دوت ممكن يتحول لقطع كلي. فاعمل العلاج الطبيعي بتاعك والتاهيل، وبعدين بنبدا نعمل لك بقى لما بتيجي مثلا لدكتور علاج طبيعي او حاجه اسمها كرايتيريا اوف ريتيرن تو سبورت، يعني معايير الرجوع للرياضه. فمثلا اللي هيرجع لرياضه الباسكت غير اللي بيرجع لرياضه الكوره بعد طبعا الرباط الصليبي، بنعمل لك معايير معينه، هل انت بعد المعايير دي هتنجح فيها فنرجعك الملعب ولا لسه شويه؟ السؤال اللي بعد كده من مروه والي بتقول ينفع ولد عنده 13 سنه يشيل دمبلز 4 كيلو وهو اول مره يتمرن؟ بنقول 13 سنه 4 كيلو وهو ولد، فالوزن بالنسبه له هيكون معقول يعني مش كبير قوي. بس انا هاخد السؤال بطريقه ثانيه. الاهالي اللي بيسالوني دايما على التمرين لاولادهم، الحقيقه انا من اكبر الناس مشجعين على التمرين، بقول ان التمرين من الحاجات اللي هتفرق جدا مع الاولاد، هتسد جدا فراغهم، هتحسن جدا جسمهم وشكلهم وثقتهم بنفسهم، هتحسن جدا صحتهم لو اتعامل بشكل طبعا مظبوط. لكن مؤخرا للاسف بيجي لي ناس كتير في العياده اتمرن بشكل غلط مع ناس مش فاهمه او مش مع حد خالص، مع مدرب، فده ادى الاصابات، وصلت الاصابات لنزال غضروفي. انا مش بقصد ابدا من كلامي ان انا اخوفكم من التمرين لاولادكم، لكن التمرين دوت عامل زي اي حاجه، لازم تدي العيش لخبازه قبل ما تروح تتمرن او تودي ابنك يتمرن. زي ما توديه مثلا يتمرن سباحه مع كوتش او مدرب سباحه شاطر وكويس، وديه برده مع كوتش جيم شاطر وكويس. كوتش الجيم شاطر وكويس دوت حد عنده معلومات، مش بس حد عضلاته كبيره، فالحته دي تخلي بالكم منها. السؤال الجاي من محمود احمد بيقول هل تنصح بكليه طب علاج طبيعي لثانويه عامه 2023؟ هذا السؤال بحس سؤال فخ كده، اللي هو انت قلت لنا تدخلوا يا جماعه الكليات يا جماعه هي رغبات. يعني هل مثلا ينفع تبقى نجار؟ والله انا شخصيا بحب النجاره جدا، يعني عارف لو لم اكن دكتور علاج طبيعي لوددت ان اكون نجارا مثلا، يعني والله شغلانه فنيه جدا وحرفيه جدا والصنايعي فيها بيكون شاطر ودقيق فيعني مش عارف انا ممكن في اوقات فراغي لو عندي اتعلم نجاره واعمل ده واظبط ده، فعادي انا بحب ده كويس. على فكره ليا اصدقاء دكاتره علاج طبيعي وعملوا كارير شيفت للنجاره، تخيل. وليه اصدقاء مهندسين سابوا الهندسه خالص وبداوا يعملوا يوتيوب. فالموضوع يعني ملوش قاعده خالص. اعمل اللي بتحبه، لان اللي بتحبه هتعمله بشكل اسرع وتوصل اللي انت عايزه بشكل افضل. اجي بقى لحته العلاج الطبيعي، بالنسبه لي انا بحب مجالي دايما بقول كده، فعشان كده هرشحه. انا شايف ان العلاج الطبيعي اتطور بشكل كبير جدا، بيتعامل مع مرضى بخلفيات مختلفه في تخصصات كتير، فدايما لو انت بتحب الطب هتلاقي ذوقك في العلاج الطبيعي في حته ما. في مثلا عندنا تخصصات الاعصاب والعظام وغيرها كتير قوي، ارجعوا لسلاسل الفيديوهات عندنا عن العلاج الطبيعي. فده رايي في الكليه وده رايي بشكل عام في
اختيارك للكليات. السؤال الجاي من مازن احمد: هل ينفع ابني عضل لو مش بكمل احتياجي من البروتين؟ السؤال ده ممتاز جدا. الناس فاهمه او فاكره ان انت لو ما كملتش احتياجك من البروتين خلاص كده العضلات بتاعتك شكرا مش هتستجيب خالص. الحقيقه مش كده خالص، والحقيقه ان ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني لو مش عارف تجيب مثلا 100 جرام بروتين هات 80 عادي، مش عارف تجيب ال 80 هات ال 70. فدايما الناس بتقول لو انت محتاج 100 فافضل حاجه 100. طب ايه تاني افضل حاجه بعد ال 100؟ 99. عادي جدا، اوصل للي تقدر عليه. ما انت الحل التاني انت مش هتاخد اصلا. بس خليك عارف ان اللي بياخد 100 وهو محتاج 100 فده مقفل اللعبه، هيوصل للنتائج بتاعته سريع جدا. طب لو انت بتاخد 50 جرام بس في الغالب هتعمل نفس النتائج بس في ضعف الوقت. فدايما احسبها بالشكل ده. السؤال الجاي من معاذ العسل تقريبا، او اتمنى ان انا اكون بنطقه كويس، هو في الفرانكو بقى وكده: اعمل ايه او ادرس ايه عشان ابقى كوتش او مدرب؟ السؤال ده بتساله كتير جدا جدا جدا. عشان تبقى مدرب ناجح لازم تبقى فاهم تشريح عضلات. طبعا باختصار خالص ممكن تاخد كورس تدريب من احد المنظمات المحترمه وتهرسه معلومات، لان للاسف انا بتكلم مثلا على مصر ويمكن ده الحال في بعض الدول العربيه، الكورسات دي بتكون مجرد شهادات بتتعلق وانت ما بتبقاش عارف المحتوى العلمي اللي انت بتاخده قد ايه اصلا. لو طلعت بتحصيلك من الكتاب بتاع الكورس ب 30% فانت كده بطل. فدور على المنظمه اللي بتديك الشهاده دي وانت بتفهمك. طيب اتعلم ايه بشكل عام كرؤوس اقلام كده عشان ابقى مدرب شاطر؟ اول حاجه تشريح العضلات، مش بشكل طبي معقد زي الدكاتره لكن بشكل خاص بالتدريب. ايه اسماء العضلات دي بتعمل ايه، ماسكه فين، رايحه فين، عاملها استرتشات ازاي، دي حاجات مهمه جدا. الحاجه الثانيه تبقى فاهم يعني ايه تدريب، يعني ايه بروجريسيف اوفرلود، ايه خطوات بناء العضلات، ايه الاهداف التدريبيه المختلفه، ازاي تصمم برنامج تدريبي. كل ده طبعا بيكون موجود جوه كورس المدرب الشخصي المعتمد اللي بتقدمه اكاديميات كتير قوي. انا شخصيا خدت الكورس بتاعي من اكاديميه نسم. انا خدته سيلف ستادي، او خدت الكورس دوت سيلف ستادي، ذاكرته كامل لوحدي. طبعا بما اني دكتور علاج طبيعي فالموضوع كان ايسر بالنسبه لي شويه في مذاكره الموضوع دوت. انت اكيد محتاج حد يشرحه لك، واحنا طبعا بنقدم كورس تشريح العضلات ده لو انت مش عارف. يعني كورس تشريح العضلات بتاعنا بنبدا ناخد المنهج دوت نفصصه ونعرفك العضلات بالظبط شغاله ازاي. بس لو انت مهتم بالكورس دوت تقدر تتواصل مع فريق العمل. السؤال الجاي من النوبي: امتى لازم اروح لطبيب علاج طبيعي سواء اذا كانت موجوده تريجر بوينت مش عارف يفكها او الم في الكتف او الركبه؟ الحالات دي كلها محتاجه علاج طبيعي، والتريجر بوينت قبل ما نبدا نفكها او العقده العضليه اللي بتكون موجوده في العضلات قبل ما نبدا نفكها لازم نعرف هي دي اتكونت ليه اساسا، لان لو فكيتها وانا مش عارف السبب في الغالب هترجع تتكون تاني. مين اللي هيعرف الكلام ده كله؟ اكيد دكتور علاج طبيعي. فانت بتلف في حلقه مفرغه، اكيد هتروح له في الاخر. كل ما تروح له اسرع الموضوع اكيد هيكون يتحل بشكل افضل يعني. السؤال الجاي من محمود طارق بيقول: نصيحه اخويه عن الحياه عامه. بص يا سيدي، الحياه من وجهه نظري هي يعني متشعبه جدا، بس ممكن نختصرها بحاجه ان انت مش قاعد فيها. يعني هي دي الاختصار بقى اللي بنجيب لك من الاخر خالص. احنا جايين نقعد هنا شويه حلوين، ممكن يطولوا ممكن يقصروا، وفي الاخر شويه دول في مقياس عمرك الحقيقي ما يسووش شيء. فانت جاي اختبار او جاي امتحان، اعتبرها مثلا سنه دراسيه كده، وفي الاخر في امتحان وفي الاخر يا تنجح هتسقط، فاعتبرها كده. فخليك ماشي في الحياه بمنطق ان انت تطلع منها باقل الخسائر، ولو عرفت تطلع بغنائم يبقى انت زي الفل. تمام؟ يعني مش مستاهل ان انت تزعل من حد، اكيد هيجي اوقات تزعل بس ما تشيلش في نفسك، يعني اللي هو ما تاخدش الموضوع على صدرك، الموضوع كله معدي. واعرف ان الناس كلها، ودي حاجه مهمه جدا بقى، ما حدش مركز معاك اصلا، كل واحد عنده مشاكله اللي قد كده في حياته. فيعني لو هو اتعامل مثلا معاك بشكل وحش في مره ففي الغالب في مشكله عنده. يعني دايما فكر بالمنظور بتاعه، ممكن يكون اتس باد داي او يعني يوم وحش بالنسبه له، فالتمس الاعذار. والله انت اول واحد هتستريح، والله انت اول واحد هتستريح. يعني انا ممكن ابقى اصنف نفسي صعب شويه في المعامله، يعني ايه، بركز، انا دقيق جدا وبركز في الكلام، فلما بيبقى في كلام ما بيعجبنيش بيتقال بيأثر عليا جدا نفسيا فبيضغطني. فلما بقيت افكر بهذا المنظور واتحطيت في ظروف اضطريت ان انا افكر بهذا المنظور. الحقيقه انا عارف الكلام ده بيتقال لي من زمان بس انا ما كنتش بطبقه، بس اتحطيت في ظروف ما كانش عندي اختيار تاني. لما عملت ده وصبرت على نفسي شويه لقيت ان انا اصلا الضيق اللي كان جوايا ده راح، بل بالعكس لما انا يعني ما ردتش على الشخص اللي قدامي فهو زودها، فما ردتش عليه فهو زودها، ولان انا ما ردتش خالص الموضوع اتقلب اتعكس. الراجل ده او الحد ده قدر اللي انا بعمله جدا وده في الاخر عاد عليا انا بالايجاب. فالموضوع مش مستاهل، حاول تعدي منها خفيف كده. وطبعا اهم حاجه دايما وابدا ودائما ان انت يكون هدفك الاساسي هو رضا ربنا سبحانه وتعالى. لو رضيت ربنا فمفيش حاجه انت خسرانها، لو اغضبت ربنا وعصيته فانت مفيش حاجه كسبانه حتى لو انت بتكسب جدا. توفيق. بعد هذا الكيو ان ايه وفرصه الدردشه الجميله اللطيفه اللي انا ممتن جدا ليها دي، انا حابب اشكركم ان انتم مكملين لحد دلوقتي. اللي مكمل لحد دلوقتي يقول لي تحت في الكومنتس انا بحبك والله، يعني انت بني ادم محترم وعظيم وجميل. يعني شكرا جدا ان انت كملت لحد الاخر، وانا بستنى الفيديوهات دي من شهر لشهر فعلا. فان شاء الله نراكم في كيو ان ايه قادم. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.